على ضفاف النيل سيدة عجوز تسكن في ضروب الخيال، تمسك بيديها حفنة من تراب مصر، وتحفر بأصابعها جملة من 4 كلمات: الأرض أغلى ما يكون. في تجاعيد وجهها كلام يلخص تجربة حياة، وكأنها تريد أن تبعث بوصية ما إلى كل مصري، تحثه فيها أن يحفظ وطنه دائما في عينيه. دنوت منها وسألتها عن مصر، فاستندت على صفصافة والعين تلمع في شجون. قالت: بلادك في الهوى محبوبة، فتنت بها الدنيا وذاب المعجبون. أتحبها؟ هي في الهوى ليلى، فكن قيسا وهم بترابها حد الجنون.